اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من في السين مع محمدين محمد عرفه ومحمد صلاح. اوكي. طيب الحلقه النهارده هنتكلم فيها في سين اجتماعي عن فكره الطاقه. كان بقالنا فتره كده بنتكلم انا وعرفه، مش كتير بس يعني كانت سيره الموضوع اللي ليه علاقه بطاقه الاشخاص او طاقه البني ادمين بشكل عام، وانه ساعات انت بتقعد مع ناس او بتقابل ناس في حياتك. آه، طبعا باختلاف الناس دول بيبقى طاقتهم برضو مختلفه. بالظبط. في ناس طاقتهم حلوه. ازاي ممكن تدخل اوضه طاقتك تتغير وتخش تقعد مع ناس مختلفه، الطاقه يا تتغير للاحسن يا للاسوء. مش هنتكلم، احنا ما عندناش علم في الموضوع ده، بس هنقول وجهه نظرنا. اكيد انتوا برضو تاخدوا بالكم من الموضوع ده. بالظبط، بس خلينا نخش بالانترو. يلا بينا. اكشن. طيب خلينا نبدا كده ونتكلم في فكره فعلا انه ليه طاقه المكان او طاقه البني ادمين اللي هو مختلفه عن بعض. فكره ان الطاقه دي بتتحس، حاجه بتتحس. يعني هو انت ممكن تخش على ناس حتى كانوا بيعملوها لنا زمان في التمثيل، يقول لك غمض عينك واللي حوالي وهيبقى في دايره، بيفكروا مثلا في طاقه في حاجه معينه، حزن، كره، حب، بالظبط، وتقعد في النص وتحاول تستنتج هم بيفكروا في ايه، كانت طاقتهم ايه. فده دليل ان الطاقه بتروباجيت او بتنتشر والناس بتوصل للناس وبتتحس وكلنا بنحس بيها. اللي هو لما بنقعد مع حد طاقته وحشه بنبقى مش طايقين نفسنا وعايزين نقوم من معاه ولما في نفس الوقت لما بنقعد مع حد طاقته جميله او بيفتح قلبك للحياه، عارف الناس القديمه دي اللي بتلاقيها متفائله وبتاع، ويديك طاقه حلوه كده تبدا بيها يومك او بالظبط. فده بتحس بيه يعني. بالظبط، سواء طاقه اشخاص او طاقه اماكن، الاثنين بيفرقوا جدا جدا. طيب هل البني ادم بيبقى قاصد حته الطاقه دي، ولا هي الطاقه دي بتبقى حاجه لازقه في البني ادم كده، ولا البني ادم ممكن يغير من طاقته؟ اعتقد ممكن البني ادم يغير من طاقته عن طريق عوامل مساعده يعني. صحيح. انت في مود اكتئاب ممكن تشغل مزيكا، ممكن تقرا حاجه، ممكن تلهي نفسك في حاجه تغير لك المود. لكن ان انت جوه نفسك كده تقعد تبقى قاعد مكتئب فتغير طاقتك لحاجه صعبه، فاهم؟ لازم عوامل مساعده تساعدك في الموضوع. في نفس الوقت لو واحد طاقته مش حلوه قاعد معاك في المكان، بتبقى صعب ان انت تقوم مغيره. حتى لو غيرت الموضوع هتلاقي طاقته لسه عائق في المكان. بالظبط. حتى بيقول لك انا كنت لسه جايب جزامه قريب، فاختي قالت لي ما تسيبهاش في الاوضه بتسيب طاقه وحشه، فحطيناها بره وغطيناها. انا خدت بالي ان انت شلتها من هنا فعلا. ايوه. صح، كلام جميل. طيب برضو احنا يعني بنتكلم كده، بنخلي الموضوع ياخدنا نشوف على حسب الافكار يعني. بس انا بشوف برضو ناس عارفه في موضوع الطاقه ده بالذات. لا، في ناس انا بشوفهم يعني هو شخصيا طاقته وحشه بسبب طريقته، وهو اعتقد لو غير طريقته ممكن طاقته تتغير. بمعنى ايه؟ ما هو ده بقى بيبقى حاجات نفسيه جواه، بتطلع براه من غير ما هو يحس. هو مثلا ممكن يبقى شخص شكاء بكاء، تقعد معاه على طول بيشتكي لك على طول، او منفسن، باصص لك في حاجه تلاقيه عنده مشاكل لك بطريقه معينه كده، فاللي هو توصل لك منه طاقه حسد مثلا. مثلا فدي برضو ليها علاقه بالطريقه، فالطريقه ممكن تغير الطاقه. بس هم بتبقى ثابته. لا انا اعتقد هي مرتبطه اكتر بحاجه نفسيه جواك، بشخصيته. جواك انت راجل طاقتك سالكه هتوصل للناس طاقه سالكه. بالظبط. لكن مش سالك لهم وتنفسن او مكتئب وعايز تطلع اكتئابك ده على الناس. في ناس بتكتئب عادي، بتقعد في اوضتها او لما بتقعد مع الناس بتبقى في حالها، مش عايز لكن مش لازم اطلع طاقتي دي على الناس. ولو انا في مود وحش او طاقتي وحشه مش لازم اقابل حد وانا في المود. بالظبط او عشان ما نقولوش. ولو قابلته احاول ابقى طبيعي او نيوترال، فاهم؟ بالظبط، عادي، اللي هو ولا كده ولا كده. ما بينش الطاقه دي يعني. يعني مش عارف، بس برضو بحس ان لا، في ناس للاسف هي شخصيتها طابع عليها الطاقه بتاعتها. يعني في حاجه تانية بقى، اللي هو واحد صاحبك انت عارف انه طاقته حلوه وكل حاجه، بس انت قابلته في يوم هو زعلان جدا فيه،
لا فده عادي، ده عادي. تدعمه. هو مش قاصد يخنق عليك او كده، ده طبيعي جدا، فاهم؟ تتقبله اصلا بالظبط. فانت بتدعمه، فعشان الناس برضو اللي بتتفرج اللي تقول طب انا ذنبي ايه يعني، افرض انا افرض داون اليومين دول. لا عادي، عادي كده. بس اللي هو احنا بنتكلم في الناس اللي بتبقى طاقتها جواها وحشه، او جواها intentions وحشه، او رغبات سيئه بالنسبه للي حواليه. ده برضو بقول لك نابع من شخصيته، فالشخصيه بتطبع على الطاقه والنفسيه. النفسيه بالظبط. فاهم ازاي؟ طيب يعني احنا ولا درسنا ولا حاجه، بس اتفقنا انه ايه، الموضوع جاي من نابع من حاجه داخليه، والنفسيه بتطبع على الطاقه. بالظبط. دي حاجه. وحاجه تانية على الجانب الاخر، انا ما اعرفش ليه بخاف جدا ان انا، او يعني كمان كان حاجه شخصيه عندي انا كصلاح، يعني انه الناس تبقى واخده عني انطباع سيء. مش فكره الشخصيه على قد ما فكره انه ان طاقتي وحشه، او ان انا سخيف، او ان انا مش لذيذ، او ان انا يعني بيبقوا قاعدين مفقوعين. هم الجمهور فاهمنا مني، فاهم قصدي؟ لا دي حساسيه منك، او ان انت شخص ما تحبش زي ما انت ما تحبش تقعد مع شخص مش كويس او طاقته مش حلوه، ما احبش اسيب انا كمان الناس تشوفك كده. فدي تعتبر حساسيه منك، او اللي هو يعني اهتمام منك ان انت ما تبقاش تقيل على حد. لان بصراحه على العكس بقى زي ما انت بتقول، لما بقعد مع حد كده ما بقاش عايز اقعد. والله العظيم يعني في اشخاص بقى كده بتقابلهم اللي هو لا انت بجد عايز تقوم من القعده مش قادر تكمل. ايوه. سايبين لك الحته دي. ايوه. مش حلو. واعتقد برضو يعني في ناس بتستحمل ناس، يعني انت قاعد دلوقتي في جروب فيهم ناس صحابك قوي، فللاسف جاب واحد صاحبه معاه طاقته مش قد كده، فبتضطر تستحمله في القعده دي عشان صاحبك اللي انت بتحبه. حلو، كلام جميل. طب ما ممكن ننتقل من موضوع الطاقه لجزئيه ثانيه هي ليها علاقه برضو بالطاقه، بس حتى كنا بنتكلم فيها امبارح على القهوه انا وانت، فكره انه ممكن ساعات انت تبقى قاعد في وسط ناس هم مقربين ليك واصحابك وكده، بس يتفرض عليك النقطه اللي انت بتتكلم فيها دلوقتي، يبقى حد جاي قاعد معاك في نفس القعده او في الجروب بس مش ما بتحبوش. بتعمل انت ايه في المواقف السخيفه؟ ما انا بقول لك يا بضطر استحمله، اصل مش همسكه اسف عليه مثلا، لا طبعا. لا مش اسلوب محترم. لكن هضطر استحمله عشان الناس صحابي اللي انا بحبهم، اللي هو تبعهم. لكن بعد كده مثلا لو احنا نازلين هضطر، لو انا عارف ان هو جاي ممكن اعتذر انا، ممكن انت ما تروحش حسب بقى علاقتي ايه باصحابي. علاقه تسمح ان انا اقول لهم ان انا ماليش في الولد ده او البنت دي، ولا لا تسمح فهعتذر بقى واتحجج باي حاجه. صح. لكن لو انا عارف هحاول اتجنب الموضوع يعني. طيب هل طبيعي انه، او مش طبيعي بس يعني هو فكره انه دايما البني ادم دايما المود بتاعه متقلب، او متقلب المزاج طول الوقت، والطاقه بتاعته طول الوقت عامله زي الويفز كده، طالعه نازله ومختلفه، وشويه هايبر وشويه مش هايبر، وشويه عادي وشويه داون زي ما انت بتقول كده. يعني هل ممكن الانسان في وقت ما لو هو في مود مش حلو يغيره بارادته، ولا يسيب نفسه للمود وعلى حسب بارادته؟ انا بقول لك ممكن بعوامل مساعده، اللي هو انا شايف. طب زي عوامل المساعده، ما زي عوامل المساعده، زي المزيكا، ان انت تقرا، ان انت تتفرج على حاجه، ان انت تبقى مثلا بتبقى مودك بيتحسن لو انتجت حاجه، فتقوم شغال على حاجه كده تخطط لمستقبلك، تدي لنفسك امل في الحياه. يعني حسب الاكتئاب ده جاي منين او الداون ده جاي منين، فانت بتدي له حاجه عكسه او حاجه تغذي الشعور المقابل ليه. كلام جميل. طيب هل الطاقه مرتبطه بجلد الذات؟ اعرفها بمعنى ايه؟ يعني خلينا نتكلم في النقطه دي شويه. ساعات وبرضه كنا اتكلمت في النقطه دي برضه على القهوه، انا فاكر انه ساعات ممكن الواحد يحس ان هو ايه، عايز ينجز حاجات معينه، او عايز يعمل حاجات معينه في دماغه او كده، بس في نفس الوقت في اوقات بتيجي عليه اللي هو انا بجد النهارده مش عايز اعمل حاجه خالص، او بكره او بعده، او عايز اريح يومين ثلاثه كده افصل تماما، مش عايز انجز حاجه. يعني لا لازم طول الوقت بيبقى عليك الشعور بتاع لو ما انجزتش احس ان انا كسول خمول كده بكسل، خلينا نسميها بكسل. بس انا ما بحبش الطريقه بتاعت اللي هو لو انا مكسل النهارده يبقى انا كده مش شخص مش كويس، فانا اقعد اجلد في ذاتي ان انا
لا ما صورتش النهارده فيديو لليوتيوب، او النهارده ما رحتش الشغل، او النهارده. طب افرض ان انا نفسيا عارف اللي هو البرن اوت اللي هو محترق، انا في مرحله كده احتراقيه محتاج افصل يوم او يومين، مش عايز اعمل حاجه خالص، وعلى عايز اقعد حسب كده ممكن تبقى محتاج تفصل يوم او يومين، ممكن تبقى محتاج تفصل شهر او شهرين عادي جدا، حسب انت قد ايه بقالك بتشتغل، او قد ايه الطاقه السلبيه اللي تعرضت ليها محتاج تفصل منها. بالظبط. فموضوع ان انت تبقى محتاج تفصل ده، او ان انت فعلا ما عندكش طاقه تقوم تنجز اي حاجه، مفيش مشكله. ساعتها بقى بتعمل اكتر حاجه تريحك. هتنام، هتقعد وتشغل حاجه في الباك جراوند وانت بتتفرج عليها كده تفكك مثلا، او هتقابل شخص انت بتستريح له قريب منك، او تقعد معاه قعده عاديه، نسهر سهره حلوه كده يعني. دي حقيقه يعني. انا عايز اقول لك ان انا مؤخرا ان انا مثلا الفتره الاخيره دي لما بقابل صحابي وبقعد معاهم على القهوه وكده واحنا بنتقابل وبتاع، لا والله بجد بتفرق في المود، حتى لو اليوم كله كان تقيل او كان عندي شغل او بتاع، بحس انه اليوم كان حاجه وطاقه جديده بتبتدي حتى لو في اخر اليوم، حتى لو بالليل. فاهم قصدي؟ ما هو فاكر في شغلي اللي قبل ده لما قلت لك ان لو انت بالذات اللي قلت يعني امبارح انه ما هو انت لو اليوم كله شغل بس اليوم هيبقى سخيف، صح. فانت لازم ماشي خلصت الشغل في نص اليوم الساعه 5 6 بتاع ايا كان وات شغلك مواعيده ايه، عندك بقى حاجه تانية بقى خلصت، هتسهر بالليل مع اصحابك، هتكلم حد بتحبه، هتروح تتعشى في مكان، هتطلب اكل في البيت وتتفرج على فيلم، تعمل موفي نايت. لازم تخلي الطاقه متجدده كده وتفصل. وبحس برضو انه اللي هتنهي دي يعني اخر طاقه هتنام عليها هتاثر على تاني يوم، او على الاقل صحيان كمان على صحيان. وفي نومك يعني انت لو نايم على طاقه حلوه ده هيفضل يتغذى وانت نايم، حقيقي. ولو نايم على طاقه وحشه ده برضه هيفضل يتغذى وانت نايم. حقيقي. لو انت قبل ما تنام مثلا كنت بتتفرج على فيلم كوميدي رومانسي، اي حاجه فيها مشاعر حلوه، هتنام بالطاقه دي. فاهم ازاي؟ هتنام وانت مبسوط، على عكس مثلا تبقى نايم وانت بتتفرج على فيلم رعب انا نايم خايف اصلا، ممكن احلم بكوابيس وبتاع. فاهم ازاي؟ او نايم متنكد، جالك خبر وحش قبل ما تنام، نايم متنكد على تليفون او خبر وحش او موقف وحش حصل، فانت بدل ما تنام قاعد عمال تفكر فيه اصلا. وتبقى نايم ودماغك شغاله، مش نايم مرتاح اصلا. فاهم ازاي؟ طيب حاجه كمان في موضوع الطاقه، انه ودي علاقه بحد اعرفه يعني، ان في ناس بص عارفه، انا بالنسبه لي والله واصل كده لقناعه ما، وده ما تعرفش بقى النضج ولا السن ولا بحكم السن شباب بقى، ما احنا كنا شباب، انه انا واصل لمرحله كده ممكن ابقى داون جدا ومتضايق ومكتئب وعندي مشاكل كتير في دماغي، وهي ما بتبقاش في الحياه بس بتبقى في دماغي بس، يعني دماغي اللي مسوحاني شويه، فببقى كده بس في جمله واحده كده بتفوقني، ارجع كاني كده خدت اديت نفسي كده قلم كده، فوقت نفسي. اللي هو ايه الجمله دي؟ انه برجع اقول هو في ايه يستاهل يعني، اللي هو يا ابني الحياه كلها ليله، العمر ليله زي ما بيقولوا يعني، والحياه مش مستاهله. فده بيفوقني. بستغرب انا بقى نوعيه الناس اللي هي ايه، كل حاجه وكل موقف صغير كل موقف صغير تاخده على صدرها وشايل الدنيا كلها فوق دماغه، واي موقف عبيط تعمل منه حوار وتعمل منه مشاكل وتعمل منه قصه، في حين ان بتبقى مواقف فعلا لا تستدعي، مش مواقف جذريه، مش حد لا قدر الله توفى، مش حد حصل له حادثه، مش حاجه صعبه، مش موقف صعب يعني. فاهم قصدي؟ حاجات تافهه في الحياه، موقف عبيط في شغل يضايق، او موقف عبيط في البيت يضايق او حاجه، وتلاقي الناس بتقف عند مواقف تعمل منها موضوع كبير. صح. طب ليه يا جماعه؟ انا ما بحبش بقى الناس اللي هي واقفه على الواحده دي خالص، بتجز في الصغيره والكبيره، وكل معركه لازم اكسبها، وكل يوم لازم وكل شخص جديد في حياتي لازم اكسره قدامي او يبقى خاضع ليا. لا، ما بحبش الناس دي خالص. خاضع ليا انه ابقى يعني انا مسيطر بنت عليه او مسيطر. فاهم؟ ايوه. فما الناس دي ما بستلذهاش، طاقتها بتبقى وحشه جدا للاسف يعني. انا نفسي الناس برضو تريح دماغها انه في الاخر مش حاجه مستاهله. صح.
اعتقد دي رساله ممكن ننهي بيها الحلقه. والله اللي هو يا جماعه مفيش حاجه مستاهله. الاخر مفيش حاجه مستاهله. موضوع بسيط. حكمه اليوم. حكمه اليوم، ايوه صح، عايزين ندخل الحكم. وحكمه اليوم من حلقه الطاقه هي مفيش حاجه مستاهله. بس كده، نفس الاداء بنفس الطاقه دي. ماشي حلو. قولوا لنا انتوا ايه اللي بيأثر عليكم في الطاقات، وايه وجهة نظركم في موضوع الطاقات ده، طاقات الناس، طاقات الاماكن وكده. ونشوفكم في حلقة جديدة من في السين مع محمدين. السلام.